اول فيديو تسجيلي عملته في حياتي كان عن الفيرجينيتي العذرية. نزلت الفيديو من هنا على الفيس، بعدها تعرضت لكمية انتقادات كتير جدا، سمعت كلام جارح اكتر، زي انك بنت مش محترمة، انت بنت مش مؤدبة، انت بنت قليلة الحياة، انت بنت ازاي تعرفي المعلومات دي؟ يبقى اكيد بتسمعي فيديوهات اباحية، اكيد بتشوفي صور اباحية، اكيد بتقرأي كتب اباحية. انت بتدرسي حاسبات ومعلومات، ايه اللي يدخلك في مجال الطب الجنسي اللي هو مش تخصصك اصلا؟ وفي ناس لغاية دلوقتي بتبصلي بنظرات استحقار وعدم احترام، وفي ناس حطتني كده في دايرة سودا ومن بره عليا علامات اكس كتير اكس كتير اكس كتير. الدايرة دي اسمها دايرة الشبهات، يعني انا بقيت مشبوهة. كل الحاجات دي ما كنتش برد عليها. عارفين ليه؟ عشان انا ما بضيعش طاقتي في ردود، انا بضيع طاقتي في انجازات. فالنهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن احكام الكلام في الجنس من القرآن والسنة. السؤال الذي يتبادر الى الذهن، هو انا هستفيد ايه لما اسمع الفيديو ده؟ في دراسة او معلومة خطيرة جدا سمعتها من دكتور طارق الحبيب، بيقول بعض الدراسات اشارت ان 90% من حالات الطلاق جنسية، وده يستوجب اننا نقف ونعيد ترتيب الطب الجنسي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. لازم اي شاب مقبل على الزواج لازم يعرف شوية حاجات كده في الطب الجنسي، وعشان كده الفيديو ده مهم جدا. طبعا احنا اتربينا من واحنا صغيرين على ان الكلام في الجنس عيب. طيب هو عيب وصح وغلط؟ تشريعات واحكام مين؟ يعني ايه؟ يعني لما اعمل حاجة واللي حواليا يقولوا لي لا دي عيب، او دي غلط، او دي صح. تشريعات واحكام البشر، انا واكيد انت كمان مش عايزين تشريعات واحكام البشر، احنا عايزين تشريعات واحكام رب البشر، لان رب البشر هو اللي هيحاسبنا يوم القيامة مش البشر. الله سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز في سورة عبسة: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة كل واحد في الوقت ده وفي اللحظة دي بيقول نفسي 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 نفسي. أبوك وأمك اللي ربوك على عادات وأفكار ومعتقدات وآراء ممكن حاجات كتير منها تكون غلط، هيجوا يوم القيامة ولا يعرفوك. هتيجي تقف قدام الله سبحانه وتعالى هيقولك، هترد عليه تقوله ايه؟ اصل ابويا وامي ربوني على كده، اصل المجتمع اللي انا كنت عايش فيه كانوا بيعملوا كده فانا عملت زيهم وقلدتهم. هيقولك طب ما انا اديتك العقل استخدمتوش ليه؟ ميزتك بيه عن بقية مخلوقاتي، انت بقى اللي كنت راكنه، انت بقى اللي كنت سايبه نايم. انت حر، انت اللي تستحمل نتيجة غلطك، انت اللي تاخد العقاب ده عشان ما شغلتش عقلك. مش هطول عليكم كتير في الجزئية دي، بس انا كنهال لما بستقبل المعلومة دي بتكون كده تبع الفطرة، بتمر عندي مرور الكرام. المعلومة دي مش تبع الفطرة، لا بقف بفضل ابحث وادور واشوف واجرب واحلل لغاية ما اوصل للمعلومة اللي ترضي فضولي وتقنع عقلي. تعالوا بينا بقى نتكلم عن احكام الكلام في الجنس من القرآن والسنة. اشمعنى القرآن والسنة؟ مش هتكلم من الناحية العلمية عشان ما يتعملش مشاكل كتير 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 كتير. الكلام العلمي من الطب الجنسي ده هتكلم فيه في الكورسات، اما هنا هتكلم من الناحية الشرعية الدينية عشان محدش يقولي انت مش دارسة طب جنسي وطالعة تتكلمي في الطب الجنسي. انا بقى دارس اعداد دعاء وطالعة اتكلم من الدين والقرآن.
فيه حكمان للكلام في الجنس من القرآن والسنة. أول حكم حرام، تاني حكم مشروع. تعالوا بينا نتكلم عن حرمانية الكلام في الجنس. كنت في فرح واحدة صاحبتي، فهي طبعا العروسة، فكانت واقفة في النص وانا واقفة على يمينها وصاحبتها واقفة على شمالها. فسمعت صاحبتها بتقول لها ايه، زي ما حكيت لك اللي حصل ما بيني وما بين جوزي ليلة الدخلة، احكي لي اللي هيحصل ما بينك وما بين جوزك ليلة الدخلة. ستوب ستوب ستوب. اسرار الفراش بين الراجل ومراته حرام تطلع بره اوضه النوم. ده مش كلامي، ده كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان من اشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، مين يا رسول الله؟ رجل بيعمل ايه الرجل ده؟ يفضي الى زوجته وتفضي اليه ثم يكشف سرها. فانت ما ينفعش تروحي تحكي لامك على اللي حصل ما بينك وما بين جوزك في العلاقه الخاصه، ما ينفعش تروحي تحكي لاختك، ما ينفعش تروحي تقولي لصاحبتك بحجه انك بتعلميها ازاي تغري جوزها في العلاقه الخاصه. في كتب محترمه جدا بتتكلم عن فن اغراء الزوج. الكتب دي فيها تمارين، التمارين دي بقى بتقعدي تتخيليها وتبداي تطبقيها مع جوزك في العلاقه الخاصه. ماشي، اتفقنا؟ ده الرسول كمان وصف اللي بيروح يحكي اسرار الفراش بالشيطان والشيطانه. ليه يا رسول الله؟ بيقول انتي مثلا رحتي حكيتي لصاحبتك، فصاحبتك تخيلت نفسها بتمارس العلاقه الخاصه مع جوزك، فتبدا تعمل لك مشاكل ما بينك وما بين جوزك لغايه ما جوزك يطلقك، وتبدا بقى تحوم حواليه لغايه ما يتجوزك. نفس الكلام مع صاحب جوزك، جوزك راح قال لصاحبه، فصاحبه تخيل نفسه بيمارس العلاقه الخاصه معاكي، فعمل مشاكل ما بينك وما بين جوزك لغايه ما جوزك طلقك وحام حواليك لغايه ما اتجوزك. ده حاجه. الحاجه التانية، انت ممكن تروحي تحكي لامك، تروحي تحكي لاختك، تروحي تحكي لصاحبتك، تروحي تحكي لبنت خالتك، تروحي تحكي مش عارفه مين، هو راح حكى لابوه، راح حكى لاخوه، راح حكى لصاحبه، راح حكى لابن خاله، راح حكى لابن عمه. كانكم بتمارسوا بالظبط العلاقه الخاصه في الشارع، واللي رايح واللي جاي عمال يتفرج عليه، واللي رايح واللي جاي عمال يتفرج عليه. ده الحكم الوحيد الصريح اللي ذكر في القرآن والسنة، بيقول ان الكلام في الجنس في النقطة دي حرام. تعالوا بينا بقى نتكلم عن مشروعية الكلام في الجنس. في واحدة اسمها ام سليم. ام سليم دي راحت للرسول صلى الله عليه وسلم بتقول له يا رسول الله. قال لها نعم يا ام سليم اتفضلي. قالت له ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال لها نعم اذا رأت الماء. فقالت له ازاي يا رسول الله؟ الرسول سكت. ازاي يا رسول الله؟ الرسول سكت ما اتكلمش. فقامت ستنا عائشة شدها كده وقالت لها تعملي 1 2 3 4 5. القرآن الكريم والسنة النبوية اتكلموا في الطب الجنسي، بس اتكلموا في الطب الجنسي بشكل لا يدعو لإثارة الشهوة والغريزة الجنسية عند الإنسان، بعكس الكتب اللي أنا لسه بقول عليها دلوقتي. انت بمجرد ما تقرأ تمرين من في الكتاب اللي انا لسه بقول عليه اللي هو فن اغراء الزوج، هتحسي انك بدأت الرغبة الجنسية تشتعل عندك. اما تعالي كده اقرأي آية قرآنية بتتكلم في الجنس، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. انت حاسة ان في رغبة جنسية بدأت تشتعل عندك، او انت حاسس ان في رغبة جنسية بدأت تشتعل عندك؟ لا، بس احنا لو فسرناها من الطب الجنسي هتبدأ تحس ان الرغبة الجنسية والشهوة بدأت تشتعل عندك. فمفيش مشكلة ان الواحد يطلع يتكلم في الطب الجنسي بس بشكل محترم، بشكل لا يدعو لإثارة الشهوة والرغبة الجنسية عند الإنسان. اما بقى تطلعي تتكلمي في الطب الجنسي او هتطلع تتكلم في الطب الجنسي بشكل مش محترم، في بذاءة في القول والفعل، ده الحرام. ده مش كلامي برضو، ده كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء.
كنت بدور على استشارية علاقات زوجية وأسرية غير الدكتورة هبة قطب، فدخلت كده على بروفايل على الفيسبوك، واحدة كاتبة استشارية العلاقات الزوجية والأسرية فلانة الفلانية. فلسه بحط رجلي على أول بوست لقيت صور إباحية جدا جدا جدا، وتقولك أنا بعلم الناس الطب الجنسي. كل صورة بتنزلها على الفيسبوك عشان تعلم حد في الطب الجنسي هتاخد عليها ذنوب قد كده، جبال من السيئات قد كده. فانا لو استشارية علاقات زوجية واسرية او مدربة علاقات زوجية واسرية هطلع اتكلم قدام عامة الناس بشكل عام في الطب الجنسي، بس في حاجات دقيقة جدا 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 ما ينفعش اطلع اتكلم قدامكم فيها. دي بقى ما بيني وما بين المتدربين او المتدربات معايا في الكورس، او ما بين اللي بتستشيرني في حاجة شكل كده. دول الحكمين اللي ذكروا في القرآن والسنة في احكام الكلام في الجنس. في رسالة بقى عايزة اوصلها. انا بتعرض لمشاكل كتير جدا في بيتي، وبتعرض لمشاكل كتير جدا مع الناس اللي انا عايشة معاهم. عارفين ليه؟ عشان بطلع اتكلم في الطب الجنسي، وبيتقالي كل ما هتتكلمي في الطب الجنسي كل ما فرصك في الارتباط هتقل. على فكرة انا مش خايفة ولا قلقانة ولا مرعوبة ولا مضطربة ولا اي حاجة. عارفين ليه؟ عشان اول حاجة انا ما عملتش حاجة حرام، والله سبحانه وتعالى واقف جنبي وعارف نيتي كويس قوي. تاني حاجة، الشخص اللي هفكر ارتبط بيه في يوم من الايام شخص هيكون فاهم دماغي، مؤمن باللي بعمله كويس قوي، بل هيشجعني ويساعدني ان اكمل مسيرتي ورسالتي في الحياة. تالت حاجة انا قلت في بوست كنت كاتباه ان هربي ولادي بالقدوة. ما ينفعش اشوف حاجة غلط واجي ابص لحضراتكم واقول دي صح، اعمل كده وابتسامة عريضة مرسومة على وشي كده غلط، يبقى واجب عليا ان ابادر واصلح حتى لو مش انا اللي متسببة في الغلط ده. فاحنا كشباب واجب علينا نكون قدوة لولادنا قبل ما يجوا الدنيا كمان. فخليك قوي وشجاع بالله سبحانه وتعالى. بشكركم جدا لحسن استماعكم ومشاهدتكم. السلام عليكم.